السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. طبعا قبل اي حاجة ما تنسوش لايك حلو، كومنت حلو، اللي ما اشتركش في القناة ويتابعني يشترك عشان يوصله كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محدش يغلط غلطتي يا جماعة، انا غلطت غلطة يعني ايه بس. هي ديت طبعا البني ادم ما بيتعلمش ببلاش، لازم اكيد اكيد يعني هيتعلم بالفلوس. تمام. انا اليومين اللي فاتوا دولت البصل كان بسم الله ما شاء الله، كان وصل عندنا الاتنين ب35 جنيه، وكان في ناس انهبلت في دماغها كده وكانت بتبيع الاتنين ب40 جنيه. ومش عايزه اقول لكم ناس فلاحين يعني زارعينه يعني مش شاريين. انتوا فاهمين قصدي؟ بس استغلوا الموقف، يعني استغلوا في تصدير، وان في ناس هتشتري بقى عشان هو هيغلى اكتر من كده، وان التوم وصل الكيلو ب70 جنيه يبقى البصل اكيد هيحصله. فبصراحة الناس ايه بقت مترددة، في اللي اشترى على قده، اللي بيشتري على قد احتياجات بيته، وفي اللي اشترى رضي بالامر الواقع واشترى غالي. طبعا انا بقيت استنى شوية لحد ما نزل ل10. فبصراحة انا قلت ايه، طبعا اكيد يعني يعني في ناس بتبيع اغلى من كده، وده بيبيع ب10 وهو اخضر، يعني زي ما انتوا شايفين كده هو الشرش بتاعه اخضر مش ناشف. فبس انا خفت ان انا زي ما خزنتش التوم ما اقدرش اخزن البصل، فاضطريت ان انا اجيب. مش عايزه اقول لكم ان انا بعد ما جبت باسبوع واحد بس الكيلو ونص وصل ل10 جنيه، وقالوا هينزل اكتر من كده كمان، لان التصدير اتوقف. والناس اللي كانت عامله حسابها ان هي هتكسب وهتعدي بقى بالبصل طبعا حالها وقف. الناس اللي طبعا باعت بالغلا الله يسهل لها، خلاص كده هم خلاص خدوا رزقهم، والناس باعت وخلاص ورضيت، والناس اللي اشترت رضيت على كده وخلاص. انا واحده من الناس رضيت على كده واشتريت ب10. اشتريت اللي انا كنت حاجزه معاها ديت، كانت بتقول الاتنين ب25. فانا قلت لها لا انا هاخده ب10، انا متفقه معاكي من قبل ما تخلعي. ف... فلقيتها جت قالت لي طيب ماشي خلاص. انا بس يعني ما يرضنيش زعلك يا مولوجي. خلاص انا هشتري، انا هبيعهولك الكيلو ب10 وكده. طبعا بعد ايه بقى، بعد مش عايزه اقول لكم بعد مناهده وكده، وانا كنت سايبه لها فلوس على اساس انها هتديني الكيلو على 10. كنت حاجزه عندها طبعا 20 كيلو، وانا نزلت السوق لقيته ب10، كان ناشف شويه لقيته ب10. جبت برضو ب100 جنيه. المهم ان انا خزنت، مش خزنت طبعا، هو مش خزين السنه بحالها اللي هو 30 كيلو، يعني مش السنة بحالها ان انا هيكفيني 30 كيلو. انا عندي استهلاكي في البصل اكتر بكتير من التوم. فطبعا انا قلت خلاص بقى انا هجيب اللي يكفيني، او اللي ايه اللي هستهلكه. وبعد كده بقى ايه هبقى هجيب بقى، هضطر ان انا اجيب من الهايبر، اجيب من السوق اللي هلاقيه قدامي هجيبه. طبعا اي حد بيبقى محتاج حاجة في بيته لو بالغلا هيجيبها. تمام. فانا جبت بقى، وقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله يعني. هو بعد ما انا جبتهم بصراحة باسبوع واحد. طبعا احنا في قرية، يعني المفروض ان اغلب الناس عندنا فلاحين فبيبقوا زارعين الحاجة دي، والقرى اللي حوالينا كلهم زارعين بصل. طبعا السنة اللي فاتت كان بصراحة كان ببلاش، كان ب7 ب10 و8 ب10 وكان قعد لآخر الموسم، بصراحة كان مرطرط في السوق. تمام. ف... فجينا بقى ايه بعد ما جبت انا البصل بتاعي، انا طبعا كنت قايله لوالدتي ما تجيبيش، انا هجيب لك من حد معين، البصله بتاعته كبيره وحلوه، ولو انت عايزه ابيض لو عايزه احمر هو بنفس الثمن. فبصراحه انا جبت لنفسي، وهي لسه ما جابتش لحد دلوقتي، يعني هي فلتت هي واختي فما خزنوش. فطبعا البصل اتفاجئنا النهارده لقينا الكيلو ونص ب10. وكان امبارح الكيلو، كان كيلو ونص ب10 برضو، من قيمة يومين كان الكيلو ربع ب10. وكذا كذا عربية رجعت من السوق مليانة مليانة، محدش باع منهم حاجة. كان ماسك في 10. فطبعا الناس لما سمعت بوقف التصدير
وطبعا انا كنت بتابع سوق العبور والكلام دوت واعرف منه اسعار الخضروات. ف... فكنت ببقى عارفة ان كده كده الاسعار هتنزل. فالحمد لله يعني الناس عرفت ووعيت للحاجات ديت. فانا بصراحة اللي غلط. فانا يا جماعة محدش يغلط غلطتي ويشتري البصل بالغلا والكوى زي ما انا جبت. يعني 30 كيلو دول انا كنت هجيبهم 60 كيلو، او كنت هجيبهم 90 كيلو لو كان هيوصل الاتنين ب10. انا جبت الكيلو ب10، يعني جبت 30 كيلو ب300 جنيه. تمام. فبصراحة انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده توعية للناس اللي لسه ما خزنتش بصل. ما تستعجلوش، البصل كتير جدا جدا جدا. الناس الفلاحة زرعة زرعة زرعة، وفي اللي هيضرب عندهم. السنة دي هيبقى الجو حر والبصل كتير هيبوظ. حتى كمان لما تيجي تخزني، خزني على قد استخداماتك اللي تعرفي تحطي فيها البصل بتاعك. يعني ما تركنهوش عشان ما يضربش، لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضرب بسرعة او تدود من جوه. فاحب ان انا اوعي الناس، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامة.